السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم في تكنو اب. معاكم عبد الله خميس، والنهارده هنتكلم عن فقرة جديدة من فقرات اخبار التكنولوجيا بتاريخ 14/3/2014. عناوين الاخبار: تويتر تدفع 36 مليون دولار لاي بي ام لتتجنب محاكمة. شميت رئيس التنفيذي لجوجل بيقول حتى الحكومة الأمريكية لا تستطيع الوصول إلى بيانات مستخدمي جوجل. والخبر الثالث: اكتشاف مادة جديدة قد تحدث نقلة في صناعة الإلكترونيات. الخبر الرابع: هيكل حديدي ضخم يمكن الأشخاص من حمل أوزان ثقيلة. موفي سبيس باك: حافظة جديدة الآيفون ببطارية ومساحة تخزينية. الخبر الأولاني: تويتر تدفع 36 مليون دولار لآي بي ام لتتجنب محاكمة. تويتر دفعت 36 مليون دولار لشركة اي بي ام مقابل براءات اختراع حتى تتجنب المحاكمة. وشركة تويتر لم تصرح ابدا عن كم الفلوس اللي دفعتها لتستحوذ على اكتر من 900 براءة اختراع من شركة اي بي ام العام الفائت. لكن في ايداع تم نشره عن طريق لجنة الاوراق المالية والصرف. الايداع دوت بيقول في تفاصيله ان شركة تويتر كان عندها استعداد تدفع اكتر من كده لتجنب معركة معركة سرقة براءات الاختراع. واعلنت شركة اي بي ام ان الاتفاق حصل في يناير، على الرغم ان الاتفاق تم في ديسمبر. وفي مضمون الايداع ان تويتر تحصلت على 956 براءة اختراع و100 تطبيق لتطبيقات براءات الاختراع، ودوت بالنسبة للإيداع. الخبر التاني: شميت: الحكومة الأمريكية لا تستطيع الوصول إلى بيانات مستخدمي جوجل. أعلن الرئيس التنفيذي إريك شميت إن مجهودات الشركة لتأمين بيانات مستخدميها من الهجوم لقد انتهت الآن. وقال ان الشركة بتواصل المجهودات دي لتأمين بيانات مستخدميها، لانه جدير بالذكر ان الشركة حصل عليها هجوم من الحكومة الصينية في عام 2010 ووكالة الامن الامريكية في 2013. ضمن اللي قالوا ان البيانات محمية ضد اي وصول غير مرخص به. الخبر الثالث: اكتشاف مادة جديدة قد تحدث نقلة في صناعة الإلكترونيات. تم اكتشاف مادة مغناطيسية شديدة الحساسية من شأنها إحداث نقلة في صناعة الأقراص الصلبة وأجهزة تخزين الطاقة الخاصة بالحواسب. دوت على لسان شولر اللي هو مكتشف المادة. وبيقول أيضا إن يمكننا التحكم في مغناطيسية المادة في نطاق محدود جدا من درجات الحرارة، حتى بدون استخدام مجال مغناطيسي. ومن حيث المبدأ دوت يمكن التحكم بها من خلال الفولت أو التيار. ففي درجات الحرارة المنخفضة يمكن يصبح الأكسيد مادة عازلة، ولكن تتحول إلى معدن مع ارتفاع درجات الحرارة. ويقول أيضا إن ما زال من المبكر حسم الاستخدامات الممكنة لهذه المادة. ويقول إن أفضل تطبيقاتها هي أنظمة ذاكرة الحواسب، لأن عيب الذاكرة المغناطيسية الحالية هو عودتها لحالتها الأصلية. الخبر الرابع: هيكل حديدي ضخم يمكن الشخص من حمل أوزان ثقيلة. توصل مهندسون إيطاليون من تطوير هيكل حديدي يمكن المستخدم من حمل أوزان ثقيلة تصل إلى 50 كيلو جرام في الذراع الواحدة. ومن المحتمل يتم استخدام هذا الهيكل في المصانع وعملية الإنقاذ الطارئة. وجدير بالذكر إن كان في نماذج أولية من هذا الهيكل تم تجهيزه أو جعله مناسبا للأشخاص ذوي الإعاقات في الجزء الأسفل من الجسم، أو يساعد الجنود في لحمل أوزان تصل إلى 90 كيلو جرام من المعدات.
في أرض الميدان. ولكن المهندسون صرحوا ان الكلام ده لسه في بداية التطوير، حيث يمكن الوصول الى هياكل يمكنها حمل اوزان اكثر بكثير من هذا. الخبر الخامس، موفي سبيس باك، حافظة جديدة للايفون ببطارية ومساحة تخزينية. من البديهي ان مالكي الايفون او ممتلكي الايفون بيواجهوا مشكلتين كبار، هما عمر البطارية والمساحة التخزينية. ولكن ماذا اذا تم حل هاتين المشكلتين بمستلزم او اكسسوري واحد وليس ثقيل لهذه الدرجة، اللي هو الموفي سبيس باك، وهي حقا بتوفر بطارية كاملة ومساحة تخزينية تصل من 16 إلى 32 جيجا بايت من ذاكرة الفلاش. البطارية ب 1700 ملي أمبير، وهي مفيدة جدا لممتلك الآيفون. إذا كان السعر يتماشى معك، هو تصل إلى $149.